من قلب الكرداسه والساعه 3 الفجر ووصلت للشيخ محمد دكتور الكبده الجملي في الكرداسه. الشيخ محمد لغايه الساعه 12 الظهر بيبيع اللحمه الجملي هناك بسعر خيالي، وطول اليوم 24 ساعه بيبيع الكبده الجملي. هتلاقي هناك قعدات كتير، ممكن تقعد قدام الطاسه على طول، وممكن تقعد في خيمه لو محتاج شويه من الخصوصيه. هنا عند الشيخ محمد لو جاي مع اصحابك هتتبسط قوي، ولو جاي مع اسرتك هتتبسط قوي قوي قوي. الشو بيبدا الاول برص العيش عشان ياخد الحراره من الطاسه، وبعد كده بتنزل السلطات، شويه خيار على شويه سلطه على شويه مخلل، وطبعا اهم حاجه الطحينه. اول حاجه بينزل بسيكه من الزيت، وبعد كده بينزل عليها بالصنم، وطبعا بيبقى مقطعينه حتت صغيره عشان ما يبانش معانا واحنا بناكله، بس بيدي طعم وريحه خطيره. يا دوبك بس بياخد معاهم لون، وبعد كده بيبداوا ينزلوا اول حاجه بالقلب والكلاوي، يا دوبك ياخدوا تشويحتين تقريبا، ما خليتش اكتر من دقيقتين. وسالني بقى عايزها سبايسي ولا عاديه؟ قلت له لا طبعا سبايسي، عايزين نولع نار. ولقيته كده بيقلبها يمين في شمال، رحت واخد منه المغرفه ورحت اديتها شمال في يمين. شكل القلب والكلاوي جامد وريحتهم تفتح النفس. وهنا بقى جت اللحظه الحاسمه، لحظه نزول الكبده الجملي. الكبده الجملي يا جدعان بتاخد بالظبط 30 ثانيه على النار، يا دوبك بس قلبها تقلبتين ورفعها على طول مع النار. تعالوا بقى اتفرجوا معايا على الجمال والدلال. ومع اخر حاجه بقى نزل بشويه من مكعبات الطماطم على شويه زيت، وبعد كده نزل عليهم بشويه من البهارات وشويه من الملح. سالته على البهارات قال لي لا ده سر الصنعه. بدا يسبك في الطماطم كده، وانا بدات اقلب معاه واساعده. الطماطم طعمها مع البهارات رهيب، لدرجه ان انا ما استحملتش ريحتها، وقطعت لقمه من الرغيف وخدت لقمه كده من صلصه الطماطم دي اللي لسه اصلا ما اتسبكتش. اقول لكم على حاجه، انا ممكن اروح هناك مخصوص عشان اكل من الطماطم اللي متسبكه ديت، طعمها جامد جدا يا جماعه. وشكلنا كده خلاص هنبدا ناكل. نزل بالقلب والكبده والكلاوي على صلصه الطماطم، وقعد يقلب فيهم لغايه لما كل حاجه شربت من بعضيها، وقال لي يلا يا عظمته هم يا جمل. سميت بالله وخدت اول حته كده، وكان طعمها خطير. الكبده الجمل يا جماعه لازم تقرش معاك في بقك، لو ما حسيتش كده بشده وانت بتاكلها اعرف ان انت بتاكل كبده مش جملي. وخدت اول لقمه قلت لا لقمه ايه دي، عايزه سندوتش. بدات كده ارص الكبده في السندوتش بتاعي، ونزلت عليها بمعلقه او اتنين من الطحينه، وهنبرم السندوتش مع بعضينا وهنقول مع بعض يا جمل. الطعم جبار. وخدوا بقى لقمه كده وابداوا غمسوا، وجيبوا كده من الصوص من جوه، كحطوا كده في الطاسه وكلوا. احلى كبده جملي هتلاقوها عند الشيخ محمد. الكبده الجملي تتاكل سندوتشات، تتاكل باللقمه، تتاكل حاف كده زي ما انا باكلها، باي طريقه هتاكل وتشبع وتروح مبسوط. الشيخ محمد عنده حاجات كتير تاني غير الكبده الجملي، عنده مندي، عنده مشاوي، عنده سمان، يعني هناك كل حاجه موجوده وكل طلباتك هتبقى مجابه. كلنا وشبعنا، يلا بينا بقى نحبس باكتر حاجه الشيخ محمد بيتميز بيها، الشاي الاخضر. يلا بينا ندوق ونشوف. انا عايز بقى ادوق شويه شاي اخضر من اللي بنشوفهم كده في العادات البدوي. ايوه. ليه بقى بنرفع ونفور، وليه الرغوه ديت؟ الرغوه دي بتبقى الخامات بتاعت الشاي الاخضر نفسه، بتدي طعم وبتدي يعني لون للشاي. يعني الرغوه دي مش هلاقيها في الشاي الاحمر؟ لا طبعا. تمام. فالرغوه دي زي فوائد واعشاب بتطلع، يعني بتخلي الطعم جميل. بيستوي في قد ايه بقى؟ لا انا عارف ان هو يقعد فتره ساعه ونص يغلي. بس بيبقى على نار هاديه طبعا، لانه عشان ما يتحرقش، يعني بيبقى نار هاديه كده ويستوي براحته. بيتحط معاه حاجه تاني غير الشاي الاخضر؟ ممكن نعناع او شويه حلبه. نعناع او حلبه؟ الحلبه دي بالنسبه لي جديده. يعني انا اسمع نعناع، ممكن قرنفل، وممكن حلبه. ممكن حلبه. الحلبه دي اساس في الشاي الاخضر. طب ندوق طيب؟ بتدي طعم. اتفضل. تسلم ايدك. ده من غير سكر ومن غير اي حاجه، مش محتاج سكر. الشاي الاخضر ده مش محتاج سكر. وما تنسوش وانتم ماشيين تشتروا من هناك لبن الابل، اللبن ده كله فوايد. يلا سلام.